السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تشوفوا عملنا الملاوي المورقة الدوبل. نحنا ما عنا في تونس نعملوا ساندويتش دوبل ملاوي. هذه عملناها في وسط بعضها، معناتها هي بطبيعتها باش تشبعك وتكفيك وتوفيك. تجي بنينة تهبل مهروشة، تنجم تعمل بها رفيسة، تنجم تعملها كسكروت ساندويتش اللي تحب عليه. دونك حطيت 400 جرام فرينة، حطيت مغرفة صغيرة ملح، حطيت 120 مليلتر حليب دافي. استعملت معناتها باش نطري به العجينة هو الحليب مش الماء. ومن بعد كي باش نستحق نطري العجينة وانا نعجن باش نطريها بالماء باش ما تجينيش زفرة، خاطر كي نطريها بالحليب تجي زفرة، تجي مطعم الحليب ياسر قوية وما تحملش حتى تاكلها. اما كي تطريها بالماء تطرالك في عقلك وتعطيك نتيجة باهية وتتعجن لك بالكدا ومن غير ما تعطي الزفورين متاع الحليب. اما من الاول بالكل باش نبلها بالحليب باش تجيني بعد طرية وهشوشة وتعمل الكيف. دونك عجنت ومازالت شويه عندي معناتها روبو نتاع العجنين، اما انا حبيت تبدا عندي كونتيتي صغيره نتاع 300 400 غرام وعندي وقت نعجنها بيديا، معناتها نوسع على بالي ونعجنها بيديا. كي نحل العجينه من داخل كي تبدا هكي تحسها مزيت حرشه شوي، مش طريه ورطبه وماشيه مع بعضها، اعرف راهي العجينه مزيت ما تعجنتش مليح وما تعطيكش الطعم بعد في الحلين. بالاخص الفارينه راهي عكس السميد حتى لو كان يتعجن كيكه وبرا بعد في ساعه ما يتحل ويمشي معاك. الفارينه لاتي هي على قد ما تتعجن وترجع تتلم، معناتها تحلها وتتلم، هذيك الفارينه. جيت نحل في الخبزه متاعي بالقلقال، معناتها يعطيك نتيجه سريعه ما يتعبكش ويحلك الورقه على الاخر معناتها البات متاعنا العجينه متاعنا بالكدا لين بعد تجيك هشوشه ما تجيش يابسه ولاصقه في بعضها. لا يتحل على الاخر، ريتو عباره تحل في ورقه متاع بقلاوه معناتها فوالا. ونشخشخها بالزيت بالكدا هذيك الزيت باش يخليها تجي كاينها فطاير معناتها، من بعد يخليها كتقرميشه متاعها في السر متاعها في الزيت. على قد معناتها ما تبسسها بالزيت على قد ما تجي هشوشه وبنينه وطريه وتهبل تعمل الكيف من بعد. دونك باش نطويها على 4 كيما هكاكا باش نعمل الكعبات الكل. انا جاوني 6 كعبات وانا باش نعمل 3 كعبات ملاوي دوبل. دونك باش يجوني الكل في الكل 3 كعبات اكهو، معناتها كل واحدة باش نحط فيها واحدة أخرى. نكمل بقي نحلهم بالقلقال في عقل عقلي بالكدا معناتها نحلهم الماكسيموم بوسيبل على الاخر، نحلهم خليش حتى بلاصة هكي خشينة هذيك ما تطيبليش من بعد تبقى معجنة. ونكمل كالعادة والعوايد ونعملوا الزيت فوالا. وابدا كي تبدا تحل في الخبزه نتاعك ديما مشيها بيديك، معناتها حاول مشيها خاطر كيما قلنا الفرينه ترجع معناتها كلاستيك. كل خبزة أخرى معناتها نحل الخبزة الأولانية خليتهم يرتاحوا شوي لطون، قديت أنا الآخرين نحل الخبزة الأولى منا الأطراف على جنب، ما نحلهاش بكلها دوبا الجناب منا باش نحط فيها الخبزة الأخرى مطوية كيف ما هي كيما حطيتها المرة الأولى، ونحلهم بيديا بشوي خاطر مليانة بالزيت ما تمشي لكش بالقلقال، معناتها باش يبدأ يمشي ويتزلبط كيما نقولوا احنا القلقال الخبزة ماهيش باش تركح. حلها بالكدا مليح بيديك من اللون ومن بعد حلها بالقلقال معناتها طريها شويه. ودونك كل بقيه نكملهم كيما هكاكا كيما قلنا باش يجيوني 3 خبزات اكاهو. انا ديجا الخبزه كي تعملها انت ساندويتش تكفي وتوفي تشبع تبارك الله، معناتها خاطر خشينه. عباره على ملاوي دوبل، معناتها تشري ملاوي دوبل وكي تبيت الخبزه هذه تصبح طريه بالطبيعه لفها في منديله هكا وساشي من فوق، خاطر راهي الفرينه ديما نقولها
ونعودها عكس سامحوني عكس السميد ديما يبقى طري مهما يكون نوعه. الفرينه لا تيبس تشيح، لا خليتها عريانه هكاك وبيتها شي حتى تلقيها معناتها حاشاكم حجره معناتها الصباح تيبس بيان معناتها حتى لو كان تسخنها. واذا كان باش تسخنها في الميكرووند ديما ماذا بيك ميم با وقت صغير بالكل تدخلها شويه الميكرووند ميم با معناتها 3 سكوندات 4 وتخرجها. لو كان خليتها برشا وتسخن برشا راهي من بعد ديريكت باش تخرج باش تيبس بالوقت معناتها باش تلقاها يا لاستيكيه على الاخر يا يابسه على الاخر معناتها حاجه منهم. كي نبدا نطيب في الملاوي ما نرصش بالفرشيطه، ما نرصهاش دوبا من لصق لجناب اما نخليها ريتو كيفاش تتهز تولي فمك الهواء معناتها تبوط من الفوق. هذيك راهي تجيب لك من داخل بالكدا وتجيك من بعد هشوشه. اما اذا كان باش ترصها بالفرشيطه ولا بالمغرفه ولا اللي هو بالسباتول باش تلصق في المقله ولا في الطاجين باش تيبس وتشيح من داخل والنتيجة باش تجيك يابسة معناتها. ماذا بيك خليها على راحتها. بالنسبة للغاز باش نتفاهموا فيه يكون عالي وكل مرة تنقص شوية معناتها كي تكمل الخبزة نطيبوا لجناب زايدة كما شفتوا نكملوا الخبزة نقصوا شوية على الغاز. كي ترجع الخبزة امسح أول حاجة امسح المقلة متاعك وإلا الطاجين متخليش الفتفات الأولاني متاع الخبزة الأولانية لا نظفها باش ما يشدلكش في الخبزة الثانية وتمسح قلت لك الغاز متاعك بالكدا المقلة وإلا الطاجين ومن بعد تزيد تقوي على الغاز معناتها الغاز تلعب ما بين القوي والضعيف ما تخليش يطيب على القوي فرد مرة معناتها يولي نايم من داخل يجيك نايمة يطيب لكش مليح. واذا كان باش تنقص راه باش يبسلك ويشرب وياسر الغاز باش يشرب الغاز على الاخر الخبزة نتاعك. دونك خليها ما بين قوي وضعيف لهنا خرجت الخبزة لونها محليه هي تتهروش نعرفش ما فماش صبر معناتها لازمني ناكلها بالوقت. عملتها ساندويتش هكا خفيف كما قلت لكم تنجم تاكلها شيحه هذيك. حطيت فيها جبن انا تريانجل وعملت الهريسه بيان سور وقصيت سلطه خضراء معناتها ما بين فقوس طماطم بصل احمر وشويه ليتو ما فوحتهاش. من بعد صبيت عليها شويه زيت زيتونه وشويه تن وكهو معناتها تنجم تحب تعمل معها فريت ولا تاكلها كيكه ما تحب تعمل سلامي دجاج اللي تحب معناتها. الفارس ديما اختياريه بطبع الحال اللي موجود عندك المتوفر عندك اعمله. حتى جبن وهريسه تجيب بنينه راي معناتها انا ناكلها عادي جدا ما بتقلقنيش. حطيت شويه طن كما قلت لكم كملت السلايطه شويه مايونيز حطيت زيت سيزار بنين برا على الاخر ولا شويه زيتون. ردوا بالكم الزيتون اللي يعرف معناتها ياكل الزيتون احنا توانسه نتصور نعرفوا ناكلوا زيتون بالكدا حتى لو كان يبدا في ساندويتش معناتها خاطر يكسر الزرصه. ماذا بيك اللي يخاف شويه يحطها على برا اوكي عندي بها الكسكروت نتاعو ولا كعب الملاوي نتاعو تجيب نينه على الاخر. دونك نخليكم مع كمالة الفيديو. حطيت شويه زيت زيتون الساعه. دونك اللي حب الفيديو عجبه يعمل شير لايك ويسابوني في القناه الجديده وبسلامه.